استكتروا على الشعب السوري انه يفرح بزيارة تاريخية لرئيس بلادهم لواشنطن للبيت الابيض. هاي الزيارة التاريخية يا جماعة من اكثر من 80 سنة ما رئيس سوري دخل البيت الابيض، فما بالكم برئيس سوريا اليوم يدخل البيت الابيض ومن خلال هاي الزيارة حملت بطياتها الكثير من الخير للسوريين. شايفين هذا المشهد يلي وراي؟ هذا المشهد راح نشوفه بعموم المحافظات السورية قريبا. ايه نعم، هاي المدن المدمرة والاحياء المدمرة اللي دمرها نظام الاسد البائد والمحتلين راح ترجع تتعمر من خلال هاي الهمم يلي عم نشوفها ومن خلال هاي الانجازات يلي عم نشوفها من القيادة السورية. بدكم تعتبروه تطبيل، اعتبروه تطبيل. نحن اليوم بنحكي واقع، نحن اليوم بنحكي في شيء اسمه مصلحة الشعب السوري فوق الجميع. نحن اليوم بنعرف من خلال تعليق قانون قيصر ومن ثم ان شاء الله انهائه بشكل كامل راح ترجع وتتعمر بلادنا وبيوتنا، وراح يرجعوا اكثر من 2 مليون انسان من المخيمات على بيوتهم. ايه نعم، راح ترجع تتعمر هاي المدن وهي القرى وهي البلدات ان شاء الله تعالى، لانه راح يكون في دخول كبير للمستثمرين الى سوريا، كان من الاجانب والكان من العرب. راح يرجع ينهض الاقتصاد السوري قريبا، وهذا الشيء راح نشوفه راح نلتمسه خلال الايام القادمه باذن الله تعالى. وقت إلنا سوريا نحو الرياده وسوريا تستقبل العالم، والله ما حكيناها عباره عن شعارات ننطقها فقط، لا ابدا، عم نحكيها ونحن ملتمسين انه سوريا عن جد راح تكون نحو الرياده. وهلا مبدئيا تعليق العقوبات قيصر يلي انفرضت على نظام الاسد البائد وانظلم فيها الشعب السوري من خلال سياسات متوازنه عم نشوفها من القياده السوريه. هلا تعليق، وبكره ان شاء الله راح يكون الغاء، وبعدها راح يكون نهوض اقتصادي استثماري معيشي خدمي سياسي امني عسكري للسوريين باذن الله تعالى.